بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وقبل أي حاجة هندعي لإخوتنا في فلسطين وغزة ولبنان والسودان وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم نصر عزام مقتدر، اللهم آمين. مساء الخير عليكم لو انتوا بتشوفوني بالليل، وصباح الخير عليكم لو انتوا بتشوفوني بالنهار، وربنا يسعد أيامكم يا رب، اللهم آمين. هعمل معاكم النهاردة ايه؟ هتعملي ايه معانا يا أمولة النهاردة؟ هعمل معاكم محشي الكرنب بأحلى وأطعم وأفضل وصفة ممكن تدوقوها بتاعة أمولة وبطريقة أمولة. أول حاجة إن شاء الله أنا ضفت معاكم حبة زيت، حوالي نص فنجان زيت، وهضيف كمان معلقة سمنة. مش عاوزين تضيفوا السمنة تقدري تستغنى عنها وتعملي زيت، مش عايزة تضيفي الزيت وتحطي سمنة بس، ضيفي شيلي الزيت وضيفي السمنة. كل حاجة يا جماعة مباحة ومتاحة، وبنعمل كل حاجة، والمطبخ اختيار مش إجبار. هبدأ دلوقتي. طبعا أنا بفك السمنة في الزيت، مانيش عارفة أنا بفكها لا، مع إن هي تفك لوحدها عادي. وبعد كده أنا معايا بصلة كبيرة مفرومة، فرم ناعم في الكبة. أنا بحب البصلة تكون مفرومة فرم ناعم، عشان ولادي لو شافوا البصل في الأكل انتم عارفين بقى، مش هقول لكم. دلوقتي هبدأ أصفر معاكم البصلة. صفرها هيكون حلو كده شوية، ما نغمقهاش طبعا علشان ما تتحرقش مننا. انا بوريكم ان هي لسه هي دوبك بس كده دبلت. احنا طبعا لسه هنحمرها شوية كمان لغاية لما تحمر وتاخد لون حلو زيكم كده. ومعانا بعد كده الصلصة اللي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو التفريزات. كل حاجة يا جماعة بنطلعها اهوتي من قلب الفريزر، بتبقى سهلة لإيدينا. الصلصة انا طلعتها من الفريزر سهلة، وبرضو الكرنب اللي انا هعمل منه المحشي برضو كان معاكم في فيديو التفريزات، ومطلعاه برضو سهلة على ايدي. هتتعبي يوم يومين هترتاحي الشهر كله. انا هعمل معاكم ان شاء الله بعد كده تفريزات للحوم وتفريزات للفراخ، حاجات هتريحنا الشهر كله بإذن الله. هتطلعي من الفريزر تلاقي حاجتك سهلة في ايدك. وطبعا دوت هيوفر مع ناس كتيرة، الموظفين مثلا هيوفر معاهم ستات البيوت اللي ولادهم في المدارس وفي الدروس، ما بيبقاش في وقت. كل حاجة ان شاء الله هنعملها مع بعض عشان تبقى سهلة لنا كلنا. بعد ما انا ضفت علبة ونص صلصة. العلبة الاولانية دي كانت نص صلصة، نص علبة كنت انا اخده منها نصها قبل كده وسبتها، والتانية دي كانت علبة كاملة. ضفت لها حبة مية علشان بس الصلصة تفك مع تفك في الحلة. وبعد كده معايا 3 حزم من كل نوع، لا 3 حزم كلهم، اللي هي واحدة كزبرة، واحدة شبت، واحدة بقدونس. غسلتهم حلو جدا ونضفتهم وخرطتهم تخريط ناعم، وبدأت اضيفهم على الصلصة. هتقولي له الخضرة ما بتضافش الا في الاخر، هي في الاول وفي الاخر، في الحالتين بتدبل على فكرة لما بتطبخ. دلوقتي انا معايا معلقة صغيرة ملح ونص معلقة كمان، وهضيف من كل نوع من البهارات اللي انا هقول لكم عليها دي نص معلقة ما عدا المرقة. هي والكمون، المرقة معلقة والكمون 3/4، 3/4 معلقة. معايا كمون وفلفل وتوم بودر وبصل بودر وكزبرة ناشفة ومرقة الدجاج. ضفتهم كلهم على الصلصة، او بقت خلطة المحشي بقى دلوقتي على خلطة المحشي. هسيبها لغاية ما الطماطم هتتسبك حلو، هي طبعا متسبكة بس هي بس عشان المية اللي انا ضفتها عليها تتطير بقى هي كمان تنشف. ومعايا هنا حوالي كيلو وربع رز كنت انا غسلاهم. هبدأ ان انا اضيفهم على الصلصة على طول. انا ما بطفيش على الصلصة قبل ما اضيف الرز. لو انتم اخدين بالكم الصلصة بالتكتك اهي، معنى كده ان انا ما طفتش عليها، ان النار لسه شغالة. هضيف لها الرز وهقلبها حلو جدا مع بعض، وبسيبها برضو، بسيب الرز في الصلصة بياخد حوالي غلوتين كده، 3 غلوات. يعني مش بنشفها قوي، لا هي مجرد ان تتكتك الصلصة تتكتك مع الرز. طبعا ستات البيوت اللي واقفين في المطبخ عارفين اللي انا بقوله ده حلو. هسيبها تتكتك معاها اهي
زي ما انتوا شايفين اهي صيطة خالص برضه اهي. بس اول ما هطفي عليها النار هي بتبدأ بقى تشرب ايه، بيبدأ الرز يشرب الصلصة بتاعته، عشان لما تيجي تلفي يبقى الرز ماسك الصلصة فيه، ما يبقاش صايد كده. بعد كده هضيف المحشي. انا طبعا دلوقتي طفيت النار خلاص. دي معلقة التوم انا نسيت اضيفها في اول الفيديو. دي كانت المفروض اتضافت في الطماطم من الاول وغلت في معاها، بس انا نسيت وافتكرت الحمد لله قبل ما ابدا الف الكرنب. قبل ما ابدا الف في المحشي يعني. ضفتها دلوقتي وقلبتها حلو جدا معاها، وهبدا ان انا افضي افضي الرز في الصينيه بقى علشان يبرد، عشان اعرف الف اكون بعد كده ابدا اجهز معاكم الحاجه التانية. انا فضيته بقى في الصينيه وهحطه بقى اركنه بقى على جنب واسيبه يبرد. دلوقتي انا معايا هنا انا هعمل المحشي النهارده باللحمه. معايا ده كيلو لحمه. طبعا اني مقطعاه طلبت من الجزار يعني ان هو يقطعه لي شرايح رفيعه، بس هو الجزار ما قطعش شرايح رفيعه، انا اللي قطعته بعد كده. دلوقتي انا ببدا اضيف له بقى البهارات دي من كل حاجه هقولها لكم. نص معلقه، نص معلقه من ملح وفلفل، كمون، توم باودر وبصل باودر، وحوالي معلقتين 3 زيت. بقلبهم حلو قوي مع بعض. التتبيله ديت لما انت تتبلي بها اللحمه قبل ما انت تشوحيها وقبل ما تضيفيها مع المحشي، بتخلي طعم اللحمه حلو جميل، طعمها جميل، والمحشي كمان نفسه بياخد من الطعم وبيبقى طعمه تحفه. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. واذكروا الله وصلوا على رسول الله، وما تنسوش تعملوا له اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم، وتعملوا لايك على الفيديو، وتقولوا لي في التعليق تسلم ايدك يا اموله. واللي جرب اي وصفه من اللي انا بنشرها على القناه يا ريت يكتب لي ويقول لي احنا جربناها بطريقتك يا اموله. وهقول لكم على حاجه كمان، لو انتوا جربتوا المحشي ومشيتوا بكل التفاصيل اللي انا قايلاها هنا في الفيديو، صدقوني مش هتندموا. لو انتوا عملتوه بنفس الطريقه اقسم بالله اي حد هيدوقه من ايديكم هيقول اول مره ناكل محشي بالطعامه ديت. جربوا مش هتندموا. بعد ما انا قلبت اللحمه في البهارات والزيت زي ما انتوا شفتوني كده، هبدا اضيف في الجريل معلقتين زيت. هما مش اساسيين بس يعني احتياطي ضيفيهم. هبدا اسخن الزيت حلو، وهبدا بعد كده اشوح في اللحمه. التشويحه اللي انت بتديها للحمه قبل ما هتضيفيها في المحشي بتخلي طعمه حلو يعني، وبتدي للحمه برضو طعم. هبدا دلوقتي اضيفهم كلهم واسيبها تتشوح على الجنبين. طبعا زي ما احنا متعودين في كل فيديو، في اخر كل فيديو يعني معانا معلومة دينية. لو المعلومات اللي انا بقدمها لكم بتعجبكم اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي استمر في المعلومات، ولو مش بتعجبكم اكتبوا لي برضو وانا اوقفها ما عنديش اقولها لكم. بس يعني هي ربنا يجعلها في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم جميعا، اللهم امين. وكلنا بنستفاد مع بعض، انا بستفاد وحضراتكم بتستفادوا برضو. إيه معلش بنتي كانت قدامي بتكلمني. هبدأ دلوقتي بعد ما تتشوح على الجنب الاولاني هبدأ ان انا انقلها اقلبها بقى على الجنب التاني تتشوح برضو. طبعا لو انتم عايزيني اعمل معاكم اي وصفة حضراتكم عايزين اعملها لكم بطريقة امولة، اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم كل حاجة انتوا عاوزينها باذن الله وبفضل الله ان شاء الله. طبعا انا بعد ما شوحت اللحمة على الجنبين، انا دلوقتي هضيف بقية اللحمة اللي لسه معايا. هبدأ هضيف لها كوباية مية عشان اللحمة تستوي فيها. هسوي اللحمة فيها. اللقطة دي مش هتظهر في الفيديو لان للأسف كنت طفيت الكاميرا قبل ما اعملها، فانا ضفت لها كوباية المية وغطيتها وسبتها تستوي بقى. ودلوقتي بحشي معاكم المحشي. طبعا ده الكرنب
اللي زي ما قلت لكم في فيديو التفريزات اهو. ببدأ الف. هعمل ان شاء الله نص الحلة هحط فيها المحشي. طبعا في قاع الحلة من تحت انا ضفت عنق الكرنب. ضفت عنق الكرنب معايا بس هي برضو يعني كانش لسه بنتي جابتها لي وكده. انا بحط هنا في طبق جنبي عشان بعد كده ببدأ ارص. طبعا بعد ما رصيت الكرنب اهو نص الحلة، بدأت اضيف اللحمة بتاعتنا في نص المحشي علشان ما تحطهاش من تحت تتحروق. والصوص طبعا اللي كان طالع هنا اهو حضراتكم شايفينه، الصوص اللي طلع في قلب اللحمة انا مرمتوش، انا حطيته على المحشي. طبعا بنقل المحشي في حتة تانية خالص. ما تقوليش بقى الشيف فلان ولا الشيف علان ده بيعمل احلى اكل، المطعم الفلاني احلى محشي كلته. جربي بالطريقه ديت واقسم لك بالله ما هتندمي، كل اللي هيدوقه هيقول احلى محشي اكلته من ايدك انتي، وهيطلبوا منك دايما وباستمرار. عملت الطبقه التانية من المحشي. هبدا بقى ان انا اضيف له الميه بتاعته. انا بحبه يكون سايح، ودي ميه من الحنفيه عاديه جدا، مش ميه مغليه ولا اي حاجه، ميه نازله من قلب الحنفيه. بزودها وببدا اضيف عليها معلقه مرقه فورية كبيرة، والملح بقى بتاعك بقى اللي انت اللي انت حباه. هسيبهم هغطي بعد كده المحشي واسيبهم يستوي حلو قوي. يستوي بقى المحشي طبعا زي ما انتم عارفين. وطبعا على ما المحشي يستوي ونبدأ نجهزه هقول معاكم المعلومات الدينية اللي احنا متعودين عليها. اول مرة احتفل فيها المسلمون بعيد الفطر وعيد الاضحى كان في العام الثاني للهجرة، حيث احتفل بعيد الفطر المبارك كان يوم 1 شوال عام 2 هجريا، وعيد الأضحى المبارك كان يوم 10 من ذو الحجة عام 2 هجريا. أقول لكم واحدة كمان. أول من توفي من المهاجرين بالمدينة كان الصحابي الجليل عثمان ابن مظعون رضي الله عنه. وأول فدائي في الإسلام كان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وإن أول من أطلق عليه لقب صقر قريش كان عبد الرحمن بن معاوية، وهو أحد الأمويين الذين هربوا من مطاردة العباسيين. وأول من لقبت بأم المساكين كانت أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. أتمنى أن المعلومات اللي أنا بقولها لكم تكون فادتكم. ربنا يحسن ما بين إيديكم. دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة.